كمان فئة مرة مهمة أنها تفهم خطبة الجمعة وتستفيد منها، فئة الصم والبكم. في ناس مترجمين شغلتهم بس وقت خطبة الجمعة يوقف ويترجم للصم والبكم حتى يستفيدوا من الخطبة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. إحنا أمة من أوائل الأمم اللي اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة. يعني الله سبحانه وتعالى عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمى عبس وتولى. وقالوا سمعنا وأطعنا. موجود المصحف الشريف بلغة برايل علشان الكفيف يقدر يقرأ القرآن في الحرم المكي. ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الاهتمام بذوي الهمم من الأساسيات في الحرم، وفي خدمات مرة كثير من ضمنها العربة العادية، في أكثر من 10,000 عربة تقدم مجانا. العربة الإلكترونية في 400 عربة وتقدم مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي العربة المستقبلية اللي هي الثنائية والثلاثية، هذه لم تطبق بعد ولكن إن شاء الله في المستقبل ستطبق. هذه العربة الثلاثية تخدم 3 أشخاص، تساعد المطوف أنه يخدم 3 أشخاص بدل شخص واحد، وطبعا إلكترونية هو واقف بدل ما يمشي. هذه لسه ما تطبقت ولكن من ضمن الأفكار المستقبلية إن شاء الله. ففكرة تحسينات لا تنتهي، كل ما الواحد يحسب أنه وصل لمرحلة تيجي أفكار لمرحلة أخرى.